هنتكلم على تفصيلة مهمة جدا في الشوب دروينج، وهي تفصيلة ازاي بخرج من الكيبل ترانك بتاع التليكوم او الكيبل ترانك او الواير واي بتاع الباور علشان اوصل للمخرج بتاعي على الحيطة، مرورا بالفليكسيبل والسلابة. اول حاجة هنا عندي دوت الخرسانة ودوت التسليح. دي الخرسانة والتسليح، وده البسكوت اللي اتكلمنا عليه. وبعدين عندي في البوكسات اللي بتتركب بتاعة التليكوم او بتاعة الانارة او بتاعة الباور اللي موجودة في السيلينج. بعد كده ببدأ اخرج بالماسورة ديت اللي هي 25 ملي امبيدد مدفونة في الفلور سلاب. لو انت بتتكلم على الدور، لو انت واقف في الدور اللي فوق، لو انت واقف في الدور اللي تحت هيبقى السيلينج سلاب. بعد كده بنزل بالماسورة جوه الحائط بالمنظر ده عشان اوصل للبوكس بتاعي اللي على الحيطة. وبعد كده هبدأ اتحرك بالماسورة الخضرة دي عشان اتحرك لو رايح لمخرج واحد بتاع داتا او تليفون، او رايح لمخرج بتاع باريزة، وبعد كده من باريزة لباريزة عن طريق تحت السلابة او عن طريق الوول لو هي على نفس الوول. هنا دوت الاكستنشن بوكس اللي هو 7 في 7 في 5 او 10 في 10 في 10، بيبقى بوكس معدن. هنا بنخرج بالفليكسبل بتاعنا الاي ام تي كوندويت، وبنروح للكيبل ترانك، وطبعا في هنا كيبل جلاند. بعد كده هنشوف تفصيلة لو انت عندك كاميرا موجودة في السقف الساقط وبتحط لها 2 بوكس فوق زي ما احنا شايفين، 2 في الخرسانة و2 اكستنشن اكسبوزد اي ام تي بوكس. وطبعا الماسورة البي في سي موجودة ما بين الاتنين اللي في الخرسانة. بعد كده الفليكسبل بتاعنا، بعد كده بتنزل بفليكسبل تروح مخرج الكاميرا. ازاي نشوف الكلام دوت جوه التي دي؟ هنا دوت كوريدور عندي، وده 2 اوفيسز. وهنشوف لو عندي هنا بيمر كيبل ترانك او واير واي بتاع تيليكوم، وعندي في مخرج داتا ومخرج تليفون هنا على الوول. وهنا بخرج بالفليكسبل، وبعد كده البوكس اللي في الخرسانه والاكستنشن بوكس، وبعد كده بخرج بالماسوره المدفونه عندي، وبعد كده انزل على البوكس المدفون في الحائط واوصل للمخرج بتاعي. هنا لو عندي دوت الباور ترانك او الواير واي، وعندي في مخارج برايز، كل مخرج من المخارج اللي قدامي دي في ظهره في باك بوكس. وهنا بنخرج بالماسورة ال20 ملي اللي فيها كابل 3 في 4 ملي او واير 3 في 4 ملي اللي هي بي في سي كوندويت. هنا بقى بعد كده بخرج ما بين المخارج التلاتة بالماسورة ال3 في 4 ملي جوه الماسورة ال20 ملي البي في سي المدفونة في الفلور سلاب بتاعة الدور ده. طبعا الماسورتين دول، الماسورة الكاتس الماسورة 25 اللي فوق دي، والماسورة ال20 اللي تحت دي، دول بس في السيلينج سلاب. هنا دوت المخرج بتاع الكاميرا اللي احنا عملناه اخر حاجة. هنخرج له برضو بفليكسبل، ثم دبل بوكس، ثم امبيدد، ثم فليكسبل، ثم دبل بوكس، ثم فليكسبل. بعد كده ننزل المخرج بتاع الكاميرا عادي اللي هو بياخد مننا كابل كات 6. ده كده كان الاخراج بتاعنا. السلام عليكم.